السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. جايلكم بصينية بقى إيه العيلة، صينية الصحاب، صينية المفاجأة، أي بصوا أي صينية سموها زي ما تسموها. مشكلة بقى إيه حاجة بسيطة كده، يعني اللي إيه اللي لقيته في التلاجة. لقيت كيس كرنب مفرزاه من الشتاء اللي فات، قلت اطلعه، ولقيت كيس ورق عنب منبر من الخروف اللي كنا دابحينه. قلت بقى ايه اظبط كده صينيه محترمه، لازم ادم حبيب قلبي يجي يدوق، لازم يجي يرمي البوسه ويسلم. بقول انا ما سلمتش يا ماما، قلت له سلم. وقف بقى يدوق بقى، اللي يحبه اللي ما يحبوش الاكل سخن مولع. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ويجعل بيوتكم عمرنا يا رب دايما بالخير والفرح والهنا كله. هنحط بقى بصلايه وطماطميه ورق لوري حبهان، وطبعا نبتدي نسلق الفرخه الاول. بصوا كله كان متفرز في الفريزر. وطبعا الطماطم انا كنت عاملاها معاكم قبل كده الصلصه ومخرطه الخضره. كل اللي انا جبته هي الفرخه وكيلو الملوخيه. الملوخيه طبعا لقيتها في السوق بسم الله ما شاء الله رخيصه جدا، ب5 جنيه. وطبعا الصلصه دي اللي انا مصلصاها معاكم يا دوبك العلبه دي هعمل بها احلى بقى صلصه بقى. بصوا هتبقى موفره معايا قوي، يا دوبك البصلايه وخلاص. هنبدا الاول نسلق الفرخه نحطها عشان ننسى كده ونظبط الدنيا. كل حاجه جاهزه معايا الحمد لله رب العالمين. بصوا كل ده كيس كرنب كان في الفريزر، والحله اللي هي جاهزه اهيت اللي هعمل فيها فرشه بالجزر. قطعت جزر طرنشات كده هحطه فيها. والفرخه كده ابتدت تغلي بقى كده هحط فيها اهو هتتسلق. شويه كركديه بقى او عناب بقى زي ما بتقولوا بقى. بصوا مش عايزه اقول لكم، اشرب كوبايه كده تروق على قلبي كده، الجو حر. ادم جه طبعا لازم يجي يشاركني، متعود من صغره لازم يشاركني في اي حاجه. لو كوبايه الشاي سيبي لي شويه يا ماما، لو كوبايه العصير سيبي لي شويه يا ماما. ربنا يخليه لي يا رب ويبارك فيه كده يا رب العالمين. احلى دومي في الدنيا. طبعا بقى بصوا فرمه بصلتين كبار حلوين كده في الكبه، واحط بقى سمنه واحط شويه زيت. ويا دوبك مسافه ما احمرها هرمي الصلصه، هتاخد بس غلوه تفك بس الصلصه اللي انا عاملاها وبس كده. انا وفرت على نفسي كتير اهو. عشان لما اقول لك اعملي شويه طماطم وهي رخيصه كده صلصيها وشيلها في الفريزر، هتبقى سهله معاكي في كل حاجه، في الطبيخ في المحشي في اي حاجه. ورق العنب فكه هو والكرنب كل حاجه ان شاء الله. بصوا انا ما احتجتش ان انا اتصلت على الفرارجي جاب لي فرخه، ولقيت كده وانا ماشيه بتاع الملوخيه ماشي بعدي بيها. بقول له بكام، قال لي ب5 جنيه. بصراحه جميله قوي وخضره وتحفه. وبصوا عسل عسل مش عايزه اقول لكم، ب5 جنيه مش حكايه. جبت كيلو ونص، كيلو ونص طبعا بالعيدان بتاعتها. فطبعا على ما قطفتها كانت خلاص. بصوا بقى مسافه ما الطماطم غليت الصلصه ما فيش ما خدتش وقت ازاي، وحمرا حمار مش عايزه اقول لكم على الحمار اللي فيها. هشيل شويه كده على جنب هقول لكم اعمل بهم ايه في الاخر. وهنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بقى الرز غسلاه والخضره، وحاطه بقى الفلفل الاسود بتاعه وشويه شطه وشويه ملح ومظبطه الدنيا. بصوا اللون يا سيدي. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي كده يا جماعه. هنعمل بقى نبتدي كده بالكرنب، بنعمل حله صغيره كده انا ما بكترش، وبيبقى كمان لتاني يوم. والله الحله اللي انتوا شايفينها الصغيره دي اتغدينا منها احنا وانا وجوزي وعيالي، وبقى كمان لتاني يوم. يعني الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا ونشكر فضله. الاكل اللي بيبقى بسيبه لتاني يوم، اعمل عليه بطاطسايه محمره، اعمل عليه اي حاجه والدنيا بتعدي الحمد لله. بصوا لفة الكرنب عملت معاكم محشي كتير كتير، بس طبعا عشان حبايبنا لسه داخلين علينا يعرفوا بقى مطبخ نشوى بتعمل المحشي ازاي والصبع قد ايه، ويعرفوا الطريقة ويعرفوا الخلطة بتاعتي الجميلة اللي عمري ما بغيرها في حياتي. هي البصلة وقرن فلفل حامي يتضرب مع البصلة كده، ومعلقة سمنة وشوية زيت. مسافة ما تحمر تصفر كده قوم رميالها الطماطم وشويه شطه وشويه فلفل اسود وشويه ملح، ومية مية وزي الفل. بيبقى احلى محشي، لا بحط كمون ولا بحط بهارات تانية خالص. هو دي البهارات بتاعتي زي الفل. شايفين الطعامه شايفين الرصه وشايفين الصبع عامل ازاي، حاجه كده. بصوا مقاس بالمسطره.
الكرنب ده يعني في يقول لك اللي بتفرزيه بيبقى مش حلو بقى، لا بيبقى تحفه ومسكر عسل زي اكنك لسه عاملاه. بس لما تيجي تسقيه عشان تحطيه على النار ما تحطلوش الشوربه سخنه، حطله الشوربه بارده. ليه؟ عشان ما يجلدش معاكي وتيجي تاكليها تلاقي الورقه بتشد معاكي. لا تستوي بقى براحتها وتبقى زي الفل. خلصنا حله الكرنب نخش على حله ورق عنب. نلف كده بقى ونظبط حله ورق عنب. ولادي بيحبوا الجزر قوي قوي في قلب في قلب الحله من تحت بصراحه. يعني حتى الكرنب اي محشي يقولوا لي يا ماما فرشي لنا جزر عشان ناكله بعد ما تيجي تقلبي الحله. فبحط لهم الحاجه اللي بيحبوها انا بعملها. قبل كده قلت لكم كتير اللي ولادك بيحبوه اعمليه. الحاجه اللي ولادي ما بيحبوهاش ما بعملهاش، اللي بعمله هم اللي بياكلوه. بصوا الصبع عامل ازاي، بوريكم الرصه وبوريكم الصبع. يا سلام بطبلو صوره حاجه كده. بصوا تحفه. صبع كده تاكليه كده بنفس. بسم الله ما شاء الله. بصوا اخبط بقى شويه برضو، مش هرميهم احطهم في كيس وهشيلهم لهم عوزه في اي يوم هعمل حاجه هطلعهم. كان عندي بقى يا ست الكل ممبار باقي من الخروف اللي كنا عاملينه. وقلت ايه طب إيه في شويه رز بعمل ايه، قمت جايه مطلعهم بسرعه بسرعه فكاهم في الميكروويف وقمت جايه حاشياهم. مش عايزه اقول لكم بقى على جمالهم، انتوا شفتوا طبعا في اول الفيديو الممبار كان عامل ازاي. الممبار الضاني ده بيبقى حكايه. اهم حاجه تنضفيه كويس جدا جدا وتظبطيه ويبقى بقى بصي الطعم ملوش حل. في ناس بتاخده بتحشيه لحمه وبيعملوه سجق او صدوق حسب ما بتقولوا. بس انا بحب بصراحه اعمله محشي. بموت فيه انا وعيالي في الممبار ده او الممبار التاني الشمبري التخين شويه. طبعا ما نخسرش يعني شويه رز هرميهم، لا مش هرمي حاجه طبعا. ده الحبايه بتاع الارض دلوقتي بندور عليها بميكروسكوب عشان نجيبها. او هشيلهم او كده، لا طلعت بسرعه الموجوده عندي في الفريزر. لو كان عندي كوستين كنت عملتهم. بس انا قلت الممبار احسن. وبسم الله ما شاء الله الله اكبر رمى معايا كتير قوي. كنتش متخيله ان شويه صغيرين دول هيعملوا كده. بصي بتجيبي المحقن تقلبيه وتقومي ماسكاه. هو بيدوخ طبعا، بيدوخ قوي قوي قوي. مش عايزه اقول لكم تعبني. الاكل كله ما خدش في ايدي نص ساعه على بعضها او ساعه الا ربع، الا ده اخد مني وقت كبير جدا عشان تدخليه في المحقن وتدككيه كده جامد كده اهوت وتمسكيه وتعملي بقى بمعلقه بقى باي حاجه تعدي من المحقن كده. المحقن او القمع حسب ما بتقولوا برضو، عشان انا كل بلد وليها ايه, يعني لها اسلوب في الكلام مثلا او لها مصطلحات في الكلام. هقطعه بقى قد بعضه كده عشان لما ارميه في قلب الميه وهي بتغلي الشوربه يدمر كده ويبقى حلو مقاس واحد واحمره ما ينزلش رز. الملوخيه الخضراء بتاعتنا بقى زي الفل. مش عايزه اقول لكم جبتها قطفتها. طبعا انا كنت جايباها قبلها بيوم، كانت مقابلاني كده وجبتها ومسكتها قطفتها كده وظبطتها وغسلتها بقى. بصوا خليتها قشطه وحطيتها في مصفى وسبتها في البلكونه. وبقيت اقلبها من بعض الوقت كده اقلبها شويه لحد ما بقيت ما فيهاش ولا نقطه ميه. وامسكي بقى خراطي بقى يا دوبك خرطتها حبه صغيرين كده وبنتي كملتها. يعني كملتها بقى خلتها لي ناعمه وحلوه. نيجي هنا بقى نسلق بقى الايه الممبار. كل حاجه مترتبه وكل حاجه واحده واحده هتلاقي نفسك خلصتي. هتلاقي نفسك مرتاحه وزي الفل. شويه رز اللي في الطاسه هناك دول اللي باقيين حبه قد كده ارميهم اركنهم؟ لا طبعا هسلقهم احط عليهم شويه شوربه وعملتهم وسويتهم واتاكلوا والله قبل ما نغرف المحشي. يعني يا دوبك هم على النار العيال شامين الريحه وادم يا ماما يا ماما قلت لهم خدوا. سلقناه زي الفل. وبصوا لونه وجماله يا سيدي. شويه الصلصه اللي قلت لكم هشيلهم ولهم عوزه هقول لكم هعمل بهم ايه. حاجه كده تحفه بتطلع لك الفراخ مشويه. نزود ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ومحدش يقول ان انا رغايه. انا بقول لكم كل حاجه وكل تفصيله وكل كلمه وكل اي حاجه معلومه عشان برضو تعرفوا الحاجه بتتعمل ازاي. شويه الصلصه بقى نجيب فرشه بقى كده وندلع بقى الفرخه. نفرشها ونبصوا نبيضها من كل الاتجاهات. نديها اللون الحلو الاحمر بالصلصه ده وطعمها بقى بتاع التسبيكه بتاعه المحشي. مش عايزه اقول لكم شويه فلفل اسود وشويه ملح وتحطها تحت الشوايه. اتبقى المعلقتين دول بقى قمت جايه حطاهم على وش المحشي. ادوا بقى ريحه وطعم المحشي اكتر ولون. اتشرب وطيت عليه. نيجي بقى خلاص بقى احنا نقطة نقطة. بصوا بقول لكم واحدة واحدة وخليكم منظمة وخليكي واعية وخليكي عينك على الأكل عشان أكلك يطلع حلو. شوية الشوربة في نفس الحلة اللي سلقت فيها الفرخة. بس جبت مصفى كده نشلت بقى كده ايه اصطدت بقى الورق الرولي والبصل والبتاع ده عشان ما يبقاش في قلب
الملوخيه. حطيت شويه شطه كده شطشطوا الملوخيه وخلوها حلوه. وجبنا بقى فصين توم فرمناهم على شويه كزبره ناشفه وطشتها كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. على الفرخه اللي جايه من الشوايه تحت الشوايه كده مديه ايه، والممبار الجميل اللي اتدلع وخلت ايه الدنيا. بصوا اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال، شايفين الطابلوه الحلو ده. تنسوش اللايك وتنسوش الاشتراك، ما تنسوش المشاركات كتير. اللايك اهم حاجه. بشكركم جدا وبشكر كل حبايبي من خارج مصر وداخل مصر، كل اللي بيكتب لي كومنت حلو بشكركم جدا. واشوفكم على خير فيديو جديد وحاجه جديده من مطبخ نشوى الخطيب، ويا رب كل اكل يعجبكم. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.